دلوقتي احنا شايفين في متحف اللوفر في الجناح الإسلامي للمعروضات الإسلامية. بنشوف خريطة أفريقيا زي ما احنا شايفين. هنا البحر الأحمر، رمز لوجود تاريخ أو حضارة مؤرخة. الحضارة الإسلامية موجودة في مصر، مكتوب إيجيبت، ومكتوب طبعا رمز لرسومات أو كتابات عربية بالشكل المصري. الناحية التانية من القارة الأفريقية بنشوف الجزائر متواجدة بطريقة الكتابة بالعربية بالأسلوب الجزائري طبعا اللي احنا بنشوفه. فمصر في الشرق والجزائر في الغرب، ولا شيء بعد الجزائر ولا شيء بين مصر والجزائر. وده إن ده اللي بيدل على أن الجزائر هي بوابة الحضارة الغربية الحقيقية للوطن العربي، وكل اللي فعله المستعمر هو سرقة الحضارة الجزائرية العريقة ونسبها للا شيء، هو فقط صنع من قبل المستعمر. النهاردة بنشوف ان المكافح الرئيسي لبوابة امن الوطن العربي الغربية هي الجزائر، اعتراف اصيل وحقيقي لانتساب الحضارة الاسلامية الحقيقية لصاحبها الحقيقي هي الدولة الجزائرية والشعب الجزائري، لا من نسبت اليه من قبل المستعمر اللي هو اساسا لا شيء.